السلام البنات، كيف بقيتو مع الصحيحه مزيان. انا جيتكم بهذا الفيديو خفيف ظريف. هذا النهار ما كنتش غنصورو وبغيت نشاركو معاكم حتى بديت التحضيرات، وبغيت نشاركو معاكم هاد الاكله الشتويه بنينه وكلشي كيبغيها، مغاربه بعدا خصوصيا مغربيه 100% ديال جدودنا كانوا كيعتمدوا عليها في البرد ملي كهكا وفصل اللي كيكون فيها البقوله كيديروها. انا غادي نشاركها معاكم دابا. انا سقمت البلبوله، ها هي فورتها. قلت لكم ما كنتش غادي نحط هذا الفيديو، فالتالي قلت لا تنشاركوا معاكم. ها هي البلبوله من بعد ما غسلتها مزيان ودرت لها وصفيتها، خليتها واحد نص ساعه كتصفى من الماء. درت لها شويه ديال الزيت، غير زيت المائده شويه، ودرت لها شويه ديال الملحه وخليتها شويه مرقده فيهم واحد 4 دقائق هكاك. ودرت الماء السخون في الطنجره ديال الكسكاس وعاد درتها تفور. ملي تفور التفويره الاولى خويت عليها ديك الماء اللي كتفور به، هو اللي خويتو عليها. المهم راكم عارفين البنات، انا كنقول للبنات اللي ما مبتدئات وصافي وما تبارك الله كلشي كيعرف. درت التفويره الاولى خويت عليها ديك الماء السخون، وليت عاوتاني صفيتها من ديك الماء رديتو للطنجره ديال التفوار ووليت درتها هي تفور. عاود التفويره الثانيه نفس الطريقه درت لها، والتفويره الثالثه خليتها هنايا في البانيو ودرت هنايا. انا غادي نوريكم المرحله ديال هنا بعد ما قبضت الفول ديال الرفيسه يكون طري، كيكونش فيه ديك غنوريكم كيكون فيه الفوله رقيقه. ها هو الفول ديال التصفوار. المهم البنات كلشي عارف الفول ديال التصفوار كيكون طري وصغير. قبضته غسلته قطعته بحال الشكل على هذا الشكل هذا هكا، ما كديروهش غليظ بحال اللي كنرفسوه، لا هذا كتقطعوه هكا على هذه الطريقه هذه. ها هي، سمحوا لي ما شاركتش معكم، قلت لكم غير بغيت نشارك معكم حتى اخر لحظه. المهم ها هي قطعته درتو يتفور. من بعد ما درتو يتفور غادي ندير عليه مباشره، غادي ندير عليه التصفيره الثالثه ديال هذه البلبوله. انا نوريكم. ها هو من بعد ما درنا الفول من التحت، ها هو دا الفول من التحت كاع، ها هو هذا راه الفول راه كيبان. غطيناه بالتصفيره الثالثه ديال البلبوله، ها هو هذا التصفيره الثالثه هي هذه. صافي حتى كيطيب الفول مزيان كيتفور، عاد كنخويو وغادي نرجعوا للمرحله ديال من غادي يطيب. دابا انا نبقى معاكم ان شاء الله على ما يطيب وغادي نوريكم المرحله الاخيره ديالو. هو هذا، ها هو دابا كيتفور لنا التصفيره الثالثه. ها هو هذا حنا غطينا الفول، ها هو هذا دابا غادي يتفور وغادي يتفور ان شاء الله. غادي ندوزو للمرحله اللي غادي نديرو له العطريه. دابا من بعد ما طابت لنا هي طابت حتى الفول، ها هو طاب، ها هو راه طاب الفول ولا زبده. دابا غادي نخويوها في القصعه. دابا ها هو خويناه، ها الفوار ها هو ما غاديش يشد مزيان، ها هو هذا خويناه. من بعد ما خويناه عندنا هنا العطريه، ها هي عندنا السوداني، عندنا مليحه، عندنا كمون. هادشي اللي كنحتاجو في هذا الوصفه هذه ساهله. ها هي هذه غادي نديرو العطريه ديالنا. ها هي السوداني اللي بغاها بزايد يديرها، اللي ما بغاهاش داكشي على حسب كيبقى كل واحد اش كيبغي. حنا كنبغيو الحار يا لاله، الحار كنبغيو. ها هو هذا. عندنا هنايا كاس ديال زيت العود، زيت البلديه كي كنقولوا زيت الزيتون. ها هي هذا زيت الزيتون. كنعتذر منكم، يد حاطه التليفون ويد كتصور. ها هي دابا غادي نخويو الزيت. هي هذه بعد ما تهرقت لي، سمحوا لي. هي لان ما عنده كاينش اللي غادي يصور لي وما درتش ديك السيبوره اللي قلت لكم ما كنتش عواله نصور. هي دابا خوينا هاد الكاس الزيت. هاد الاكله هذه كتعتمد على هاد زيت العود، زيت البلديه، فهمتي؟ دابا غادي نخلطو هاد الخليط كله، غندخلوه والملح خلاص على حسب الذوق. الا جاتكم مسوسه زيدوا مليحه. يلا نخلطو ونرجع معاكم. ها هي بعد ما وجدت كتجي على هاد الطريقه هذه.
البنات كتجي لذيذه غزاله، غير جربوها ما غاديش تندموا. نجي فينا هي هادي عطاتنا هاد الفطار تبارك الله ما شاء الله. غير التليفون ما عطيش حقو راه كبير. ها هو هذا زلافه ديال البلبوله وكيلو ديال الفول كتعطيكم هاد الكميه هادي وكتعطيكم هاد الكميه هادي تبارك الله كيزكى. غير زلافه هي هادي. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه هادي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ما غاديش تندموا. بهاد الفصل ديال الشتاء كتدفي وزوينه الصراحه، كتجي زوينه بزاف 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 كتجي زوينه. هادي كانوا كيديروها جدودنا، الا ما كانش الفول كديريها مع البقوله، عوض الفول كديري البقوله. كل واحد باش كيسقمها. انا كان زعما انا كنت كناكل، كانت الجده ديالي الله يرحمها برحمه الله هي والوالده كيسقموها بالفول، الاغلبيه بالفول. فوق الفول كانوا كيشبعونا منها باش انا باقي كنتذكر. الله يرحم الجميع. المهم هذه هي الوصفه ديالنا وبالصحه والراحه، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وبالسلامه عليكم.